السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعال نعمل الاكله الحلوه الجميله دي. ف- فراخ بالخضار. تنفع سندوتشات، تنفع للنكش، بص للاطفال في المدارس اللي جايه دي. تنفع وجبه غدا، تنفع وجبه عشاء، تنفع جدا في السندوتشات. معانا كيلو فراخ صدور على وراك، ومعايا ربع كيلو جزر مبشور، وربع كوسة مبشور، وربع بطاطس مسلوقة ومبشورة بشر، مسلوقة 3/4 سوا. معايا نص كوباية بقسماط. ومعايا معلقة بيكنج باودر مليانة، معلقة بابريكا مليانة، بابريكا معلقة كبيرة، ومعلقة بهارات توابل فراخ، بهارات فراخ يعني مليانة، معلقة صغيرة بصل توم باودر وبصل باودر معلقة صغيرة، ومعلقة فلفل صغيرة مليانة، ومعلقة ونص ملح صغيرة، بس المعلقة مش مليانة، ونص نص بالمعلقة الصغيرة. كل الحاجات دي هنحطها على بعضها ونضربها في الكبة أو محضرة الطعام. بس هنا بعد ما حطيت البطاطس لقيت الكبة مش هتمشي معايا، فخرجتهم وعملتهم على مرتين. الكبة مشيتش معايا، فرسمتهم على عجنتين كده. عجنتها، خلطت كل المكونات مع بعضها، وحط نص معلقة في شطة، ومعلقة سكر، وحطيتها في التلاجة شوية، يجي بتاع نص ساعة. وهنا كوباية دقيق، وكوباية ونص بقسماط، وعليها 3 معالق نشا، وخلطتهم مع بعض النشا والبقسماط. ودي بيضة وعليها نص كوباية لبن، اهو اللبن في الكوباية الطبق الكبير. والدقيق والبقسماط ما ضفتش عليها اي حاجة، ما فيش يعني لا فلفل ولا كمون ولا حاجة. اكتفيت بتحييج الخلطة نفسها، فهي طلعت حلوة مش محتاجة. بس حطيت على اللبن والبيض ملح وفلفل عشان زفرت البيض بس. وحطيت نص معلقة شاي صغيرة خل على اللبن. لكن على السكر على الفراخ اقول لكم التوابل تاني. معلقة بابريكا كبيرة، معلقة 3 معالق ملح صغيرين، معلقة صغيرة. هنا خلطت المكونات، قسمت العجينة على نصين، وحطيت مفرش العجين، وفوقيه كيس تلاجة، وحطيت العجينة ونصها، وحطيت فوق كيس تلاجة من فوق، وفردت بإيدي بالنشابة كده ولحد ما السمك اللي انت عايزاه. انا يعني فردتها حوالي سنتي، وهوريكم الحجم بتاعها، السمك بتاعها. وهقطعها بالقطاعة، ممكن تقطعها بالسكينة. بقطعت البيتزا، بقطعها بقطعات كده. انا قطعتها طول وعرض بالقطعت بالبيتزا، وقطعتها على الكيس المشمع، على كيس التلاجة اللي من فوق. بس هو ما تقطعش، هو بس هو قطع لي العجينة بس. وطبعا حتة الأطراف الصغيرة دي أنا شلتها. هدي أوريكم سمكها اهي كده. أنا بالنسبة لي سمكها حلو. وحطيتها في الدقيق، قلبتها في الدقيق تقليبة حلوة، وبعدين ضفتها للبن. وهضيفها بعد كده من اللبن للبقسماط بالنشا. عايزة تحط مع البقسماط كورن فليكس حطي، عايزة تعملي بقسماط وكورن فليكس مع بعض حطي كورن فليكس بس ماشي. انا عملت البقسماط استكفيت بيه، طلع حلوة وجميلة جدا. وانا صباح، ودي قناتي، اللي معايا لحد دلوقتي بالفيديو يشترك وجربوها. خلطة حلوة هتعجبكم وتعجب الأطفال اللي ما بتاكلش الخضار حطوه لها في الفراخ، أما مش هتعرفوا. ما عليهاش بصل مفروم، أنا حطيت بصل بودرة بس وتوم بودرة، ما عليهاش أي حاجة غير الخضار. وهنا أنا لما تبلت شوية كان معايا الزيت حطاه على النار ومطيه عليه، كان سخن.
زيت سخن بس مش مقدوح أوي، مش بيغلي يعني، علشان ما يحمرك منكو الشرايح البانيه بتاعت النجس ل من في بره ويخليها نية من جوه. نار متوسطة، وحاولي ما تحطيش زي ما تزنجيش في الطاسة كده، يعني حبة حبة زيت متوسط يعني، مش غزير قوي. حطه في طاسة تكون ضيقة شوية عشان ما ياخدش منك زيت كتير، هي فعلا مش يلبش زيت. وصفة حلوة وهتعجبكم، ولما ترمي معاكم كمية كبيرة، يعني هترمي معاكم كمية حلوة لما تعمليها. وهوريك برضو طريقة تانية اللي حافظاها، خليكي بس معايا لحد آخر الفيديو، لأن هي الكيلو يرمي معاكي كمية. لو هتنصصي كمية اللحمة الفراخ، نصصي كل المكونات، يعني نص كيلو، واقسمي كل المكونات على نص على نص على طول. ولو هتعملي الكمية دي حلوة هتديك كمية جامدة، وتفرزي منها، طلعي منها من الفريزر على التحمير على طول، وهي جامدة كده على طول على السندوتشات، وتبقى سخنة وطازة وفريش في ساعتها. دي الكمية التانية، النص التاني انا فرزته وحطيته، ووريتك ان انا حاطه كني الرصة والرصة كيس. انا رصيت رصة وحرشت كيس، وهكمل الرصة التانية على وشها. حطيت، لازم تحط كيس، ما تحطش اتنين على بعض من غير كيس عشان ما يلزقوش في بعض لما تطلعيهم من الفريزر، يبقوا لازقين كده. تطلعي على قد ما انت عايزة من غير ما يبقى لازق في بعضيه. وصفة حلوة وهتعجبكم وهتعجب الأولاد إن شاء الله. ودي بمناسبة المدارس، وكل عام وانتم طيبين وبخير، وربنا يساعدكم ويقويكم عليها يا رب، ويعين كل أولياء الأمور، ويعين عيالنا. هنا غلفتها بالكيس بس لقيتها مش هتنفع، بس هنا عملتها بالاسترتش. مستوية معاكم، بصوا شكلها عامل ازاي. طلعت كمية كبيرة، نص العجينة، والعيال أولاد خدوا منه طبق كمان وأنا بعمل. وصفة حلوة هتعجبكم. سلام عليكم بالهنا والشفا.